ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافه البسيطه اللي مفيش فيها اي حاجه خالص، ما تاخدش منك 10 دقايق. مش قادره اقول لكم هي سهله قد ايه، وكمان بتطلع حلوه واحلى من الحلواني، وريحتها بتكون قلب الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، هي كده لسه طالعه من الفرن. شايفين لونها عامل ازاي؟ وتسويتها كانت جميله جدا وسهله جدا. زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله ما شاء الله، ريحتها قلب الدنيا. هتعمليها في البيت بأسهل طريقة وأبسط حاجات. زي ما انتوا شايفين طريقة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، طالعة تحفة تحفة تحفة، وريحتها كمان قلب الدنيا. الحشوة اللي فيها زي حشوة الحلواني بالظبط. هقول لكم على التكات بتاعتها، ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو. نص كيلو كنافة، دي صينية 32. نص كوباية سكر إلا معلقة، نص كوباية سكر إلا معلقة. هنقلبهم كويس قوي 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 في الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. ودول 5 معالق نشا على الرطل اللبن والفانيليا طبعا. ودي كوباية سمنة، ممكن هنحتاج عليها ربع كوباية كمان. هنا هندهن الصينية بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده، هندهنها كويس قوي. والحوافي بتاعتها دي لازم تدهن كويس. هنا هنبدأ نعمل المهلبية أول. وطبعا لازم تاخدوا بالكم من المهلبية، فيها تكة ان شاء الله، هي دي اللي هتبقى زي بتاعة الحلواني بالظبط. بجد انا جايباها من حلواني، يعني انا جايبة الطريقة دي من حلواني، علشان ريحة المهلبية بتبقى قلب الدنيا، مش من الفانيليا، من الحاجة اللي احنا هنحطها فيها. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت النشا، ولازم اقلب كويس قوي قوي علشان ما يبقاش فيه تكتلات. زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله، المهلبية لازم تكون سايحة وكريمي كده وتطلع حلوة معاكم. شايفين المهلبية كده ما شاء الله. بعد ما المهلبية خلصت، حطيت فيها مكعب زبدة، اي نوع عندك، اي نوع زبدة تحطيه. وحطينا الفانيليا. وشوفي بقى القوام بتاع المهلبية، ولا ريحتها ولا طعمها. مش قادرة اقول لكم، حتة الزبدة دي بتوديها في حتة تانية، وتبقى حلوة قوي قوي زي الحلواني. الحشوة دي انا والله جايباها من حلواني. وزي ما انتوا شايفين كده، انتوا عارفين عندنا في دمياط مشهورين بالحلويات والحشوات بتاعتهم الحلوة المظبوطة. هنا بقى هنبدأ ان احنا نظبط الصينية. زي ما انتوا شايفين، بعد ما دهناها بالسمنة، هنبدأ نوزع نص الكنافة تحت. شايفين؟ خدوا بالكم بقى احنا بنوزعها ازاي. لازم كلها تبقى قد بعضها ومتساوية، لازم كلها تبقى زي بعضها. واهم حاجة الحوافي بتاعتها تكون مظبوطة. هتشوفوا دلوقتي انا هوريكم الحوافي بتاعتها لازم تكون مظبوطة. وبايدك بقى انت شاطرة، وهتعرفي تظبطي الكنافة تكون قد بعضها ازاي. لما تلاقي حتة ناقصة تزوديها. وهنا اهم حاجة الطروف. خدي بالك، انا عايزة الطروف تطلع لفوق، عايزة الطروف تطلع لفوق، يعني تبقى على الحافة كلها زي ما انتوا شايفين، علشان تبقى زي صينية الحلواني بالظبط. وكمان المهلبية ما تخرجش منها. شايفين ما شاء الله، لازم تسويها مظبوط. هي ما بتاخدش وقت خالص. وبايدك طبعا هتعرفي تظبطي النص اللي تحت. شايفين انا عامله الحواف ازاي، معلياها لفوق. وهنا بحط طبعا جوز وزبيب، انت يا بقى واختياراتك. انا بحط الجوز والزبيب قبل المهلبيه. ليه؟ علشان لما باجي اطلع الصينيه من الفرن بقلبها، يعني ده اللي هيبقى فوق، اللي تحت هو اللي هيبقى فوق لما تقلبي الصينيه. وحطينا المهلبيه زي ما انتوا شايفين كده.
شايفين ما شاء الله، والمهلبية طالعة تحفة. وهنحط بقية الكنافة، النص اللي احنا حاطينه على جنب. هي تكات بسيطة بس بتطلع جميلة جدا زي بتاعة الحلواني. شايفين ما شاء الله، نص كيلو كنافة. الصينية دي مقاس 32، أخدت نص كيلو كنافة. لو جيتي حسبتيها هتلاقيها ما خدتش حاجات كتير، يعني رطل اللبن ونص كيلو كنافة وكوباية ونص كوباية سكر وكوباية وربع سمنة. وهنا هبدأ أوزع السمنة بقى على الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا كنا بنعملها واحنا مستعجلين، كنا قربنا على الفطار خلاص. انا دايما بعملها قبل الفطار بربع ساعة، بعملها قبل الفطار بربع ساعة وبتطلع معايا جميلة ومظبوطة. انا زودت ربع سمنة كمان، ربع كوباية سمنة كمان، يعني هي كوباية وربع بس في الصينية. ودي حتة سمنة بلدي بقى عشان الريحة يعني، وتديها طعم حلو كمان السمنة البلدي لا يعلى عليها. وهنا كده بقى هدخلها الفرن.